اللحظات الأخيرة، والإمام المهدي قبل أن ينطلق بالسفينة يعد سفينة فاخرة من الطراز القديم، ويبدأ في التجهيزات لبداية الإبحار، ورؤية خطيرة جدا جدا بتاريخ 18/11/2025، ورؤية في غاية الغرابة. لكن قبل ما نبدأ في هذه الرؤية، أتمنى اللي بيشوفني لأول مرة أشرف باشتراكك في القناة ولايك وشير للفيديو، وأتمنى إن احنا نزين التعليقات بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أبدا إخواننا في السودان وفي أرض العزة وفي لبنان وفي كل مكان إن احنا ندعي لهم، ولا ننساهم أبدا من الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يهون عليهم ما هم فيه، ويجعل لهم يعني فرجا ومخرجا قريبا بإذنه تبارك وتعالى. فاصل قصير جدا جدا ثم أقص على حضراتكم هذه الرؤية القوية، ونتكلم نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتكلم في تأويلها بفضل الله تبارك وتعالى. فاصل قصير ونلتقي. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني رؤية قوية جدا جدا. تاريخ الرؤية من 18/11/2025، يعني من يوم أو 2 بس. رؤية قوية جدا جدا جدا. طبعا الرؤى، طبعا مش عاوزين نتكلم كتير في مسألة الرؤى، وإنه هي من المبشرات، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لا نبني أي شيء على الرؤيا يا إخواننا، عشان بس ما حد الناس بتكتب في التعليقات أنتوا ما عندكوش غير الرؤى، أنتوا كذا أنتوا كذا. أنا بقول هذه الرؤيا من باب المبشرات كما قال سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، بتقول الرؤيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا بتاريخ 18/11/2025. تقول الرؤيا: رأيت الإمام المهدي اشترى سفينة من الطراز القديم الفاخر الجميل، قديمة لكن فاخرة وجميلة جدا، وبمحركات حديثة، وبها محركات حديثة ومتطورة جدا. وكانت راسية، السفينة راسية على شاطئ البحر. وخد بالك، وكانت الأخت مناسك الحج، عشان نحتاجها في الرموز. وكانت الأخت مناسك الحج تقوم بتنظيف السفينة من الجهة اليمين، من جهة اليمين. الغريب بقى، بتقول: والغريب في الأمر إنه يوجد فتاة شقراء يعني جميلة جدا وجميلة جدا من الجهة اليسرى، تقوم أيضا بتنظيف هذه السفينة. أيضا. وجاء في بالي، هي بتقول كده في الرؤية: وجاء في بالي أنها اللمسات الأخيرة قبل الإبحار، وإن إحنا نبحر، أو الإبحار سيكون في أقرب الآجال، لأنه يعني الداعي إنه الإبحار هيكون سريع، أنه كان في الخلف، لأنه يوجد في الخلف طوفان عظيم جدا قادم قد اقترب. يعني بتقول إنه السبب إنه ده، يعني إنه هيبقى في عجلة في مسألة الإبحار، لأن هي بتقول: أنا شايفة إن في طوفان، والطوفان ده يعني عظيم جدا عظيم جدا، خلفها قد اقترب منهم. وده الداعي إلى إنه كان إن الإبحار سيكون سريع جدا بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني انتهت الرؤية على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير جدا جدا ونلتقي بعده لنستعين بالله على تأويل هذه الرؤية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. في الحقيقة هذه الرؤية القوية والخطيرة فيها رموز في الحقيقة عميقة جدا جدا، ورموز قوية وخطيرة جدا جدا. أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، ونستعين بالله تبارك وتعالى على فك رموز هذه الرؤية الخطيرة جدا. الرمز الأول اللي هو في هذه الرؤية، بتقول: أنا رأيت الإمام المهدي
الإمام المهدي بينظر إلى الإمام المهدي اللي هو القائد المنتظر الذي سيقود سفينة المؤمنين، يعني كأنه يجهز سفينة للمؤمنين الذين سيكونون خلف راية المهدي لبداية المرحلة الجديدة التي سينشر فيها العدل ويعني يقوم فيها الظلم. الرمز الثاني اللي هو في ورمز خطير جدا حضراتكم يمكن انا ركزت عليه اثناء الرؤيه، اللي هو اسم قالت ان في اخت اسمها مناسك الحج. والاسم هنا في الحقيقه احنا هناخد منه التاريخ، يعني احنا هناخد من اسم مناسك الحج ده تاريخ مناسك الحج، وكأن إن مرحله الابحار بهذه السفينه ستبدا في يعني في مناسك الحج. وفي رؤى كثيره تواترت انه الحج هذا العام سيكون الحج الاخير قبل ظهور المهدي، مش الحج الاخير اللي ما عادش يبقى فيه حج، لا، هذا سيكون الحج الاخير قبل ظهور المهدي، والا فان المهدي سيجعل هناك خلافه راشده على منهاج النبوه، فكيف لا يكون فيها حج؟ لا، ده يبقى في حج، لكن هذا هو الحج الاخير قبل الظهور، قبل ظهور المهدي المنتظر. كمان بتقول انه العجيب انه في يعني مناسك الحج وفي اخت شقراء جميله جدا ايضا بتنظف في المحركات. في الحقيقه انه ده بيقول انه او اشاره او رمز الى وجود ناس كثيره جدا من الدول الاوروبيه والامريكيه ومن امريكا ومن اوروبا ومن دول العالم كله، يعني قد تفاعلت مع الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الاحداث الاخيره والظروف الحرب الاخيره اللي كانت في ارض العزه، يعني عملت كنوع تفاعل كبير من الناس مع حقيقه الاسلام، وكان لها رده فعل السحر بفضل الله تبارك وتعالى، وده يدل على في اقبال كبير جدا من هؤلاء، وسيكون لهم دور كبير جدا في جيش المهدي القادم بفضل الله تبارك وتعالى. اما مساله المحركات، بتقول ان في محركات متطوره مع ان السفينه قديمه لكنها فاخره، ده يدل على رمز الامل، وانه في نجاه بفضل الله تبارك وتعالى لهذه السفينه بفضل الله تبارك وتعالى. اما قولها انه في طوفان خلف السفينه، وده اللي كان بيخلينا نتحرك بسرعه. الطوفان ده بيرمز الى التحديات الكبيرة والعواقب الشديدة التي ستواجه المهدي المنتظر. وطبعا احنا عارفين انه من العلامة الكبرى من علامات المهدي المنتظر انه مجرد ما يظهر او يعلن المهدي المنتظر هيكون من العلامات بتاعته انه هيبقى فيه اعلان كبير عنه والناس كلها هتبقى عارفاه، وكأنه يعني حاجة هتتذاع على اللايف المباشر، يعني البث المباشر، انه المهدي المنتظر قد ظهر بفضل الله تبارك وتعالى. من العلامات الكبيرة بقى انه في جيش لما يعلم بظهور المهدي بيقوم في جيش اللي هو جيش السفياني اللي هيروح عشان يقضي على المهدي المنتظر. فهو ما بين مكة والمدينة، اثناء ما الجيش ده ما بين مكة والمدينة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيخسف بهم الارض وبينتهي هذا الجيش عن بكرة أبيه الا رجل واحد هو اللي بيخبر عن ما حدث لهذا الجيش. والطوفان بيدل على هذا الامر. ويعني كانت بتقول في نهاية الرؤية بتاعتها إن هي يعني تذكرت أو جاء في خاطرها إن ديت كأنها سفينة نوح، وهي في الحقيقة بتشبه سفينة نوح، لأن سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تركها هلك بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك سيكون من يلحق بجيش المهدي ويكون في يعني خلف راية المهدي سيكون من الناجين، وغير ذلك سيكون من الهالكين. إن لم يهلك على الفور فسيكون في هلاكه في الآخرة، لأنه لا ريب أنه العالم سينقسم إلى لا شك في ذلك إلى فسطتين، يعني فسطاط حق لا نفاق فيه، وفسطاط يعني كفر ونفاق لا حق فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي النهاية هي دي كل الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.